احداث 25 يناير لما حصل اقتحام للحدود، كانت الناس كلها كانت مستغربه اشمعنى السويس هي اللي مولعه. اول الاحداث بدات في السويس، الجمهوريه كلها تقريبا 25 26 مفيش اي حاجه، اشمعنى السويس هي اللي مولعه، ايه اللي في السويس؟ فالكل كان مستغرب. الملفت للنظر يوم 26 ان كان في بعض رموز القوى السياسيه ورموز الاخوان موجوده في السويس، على راسهم صفوت حجازي. طب ليه سايب القاهره وموجود في السويس؟ بعد كده الناس عرفت ليه اشمعنى السويس هي اللي كانت مولعه. اشمعنى احمد بيه؟ محافظه السويس تحديدا او طريق القاهره السويس الصحراوي مخصص ليه وحده تامين خاصه بيه، وحده تامين خاصه بيه. فلما السويس تولع ايه اللي يحصل؟ قوه التامين دي كلها تدخل السويس، فيبقى الطريق من اول العريش لحد القاهره فاضي، عدي منه انت عايز تعدي منه. فاول ما حصل اقتحام للحدود ضربوا المعبر بالاربجيهات، وكان قبل ضرب المعبر كان في احداث او مناوشات حصلت على الحدود المصريه بقياده سياسي او ناشط زي ما بيسموهم من شمال سيناء اسمه مسعد ابو فجر، اللي هو حاليا يعد مراسل القنوات الاخوانيه في شمال سيناء. يعد حاليا مراسل القنوات الاخوانيه اللي هي خارجيه في شمال سيناء، اللي هي بتحاول تتلاعب في مصر برضه. بالظبط. اتفضل. تمام. فالناس ديت لما دخلت ضربوا مقر امن الدوله في العريش، ضربوا مقر امن الدوله في رفح، ضربوا مقر المخابرات الحربيه، فقدروا ان هم يسحبوا حرس الحدود كله جوه. زائد ان كان الامن المصري ما كانش متوقع ان ده يحصل لنا من غزه، كان مستبعد. يعني الناس ديت احنا بنعمل لهم مؤتمرات هنا في مصر، وكانت المؤتمرات بتوصل للشوارع، بتلم لهم فلوس، بتلم لهم اكل، بتاخد ناسهم تدربهم عندك، والكلام ده مثبت. يعني السلطه الفلسطينيه اقرت الكلام ده، والسلطه الفلسطينيه نفسها الموجوده حاليا قالت فعلا ان في ناس من حماس دخلوا مصر، وتقارير كتير جدا اشارت لده، زائد ان الناس شافته في مصر. كويس. فنرجع تاني لموضوعنا. طب احمد بيه، ما تيجي مع اهالينا في المحافظات حته التقسيم، واحنا معانا خرائط كتيره جدا النهارده بنتكلم عن موضوع التقسيم خارجيا وداخليا حوالين الوطن العربي كله، وانت النهارده بتتطرق لموضوع خطير جدا وهو التقسيم. ما تيجي نطلع نشوف الفيديو التقرير اللي معانا دون، ايه قصه التقسيم ومين اللي كانوا في المؤتمر في الخارج. هنشوف مع اهالينا عشان ما نحرقش التقرير معاكم. تعالوا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل حديثنا مع الاستاذ احمد فتحي الباحث في الشؤون الارهابيه وفي شؤون تقسيم الشرق الاوسط. Ahmed Salah from Egypt. It's of course a great honor to be here in the presence of Mr. President and Madam Secretary. I believe that we owe you a lot because you helped us start our movement back in 2004, 2005. And we were hoping that there would be some change. And we were on the path that could have liberated Egypt and probably many other countries in the Arab world, even back, in the year 2005, 2006. Thank you very much. Thank you. Well, let me say that if we let you down, it was not for a lack of trying to hold you up. Overthrew a brutal dictator who was a threat to peace and international security. We had direct means to insist upon and to structure and help the Iraqi people get directly to democracy. We tried to give the Egyptian people the tools that they needed to speak for their own freedom, was to give 50% of all American assistance for democracy promotion to groups that were not registered by the Egyptian government. That was right in the face, frankly, of the Egyptian government. And I don't want to embarrass my former boss, President Bush, but
There's a reason that Hosni Mubarak never came back to the United States after 2004. Imagine that. The American president cannot get the Egyptian president to come to the United States. There's a reason. And it didn't have to do with the Israeli policy. It had to do with how we were dealing with the Egyptian revolution. And so we used the tools that we had. Just to give you one example of how much this is a double-edged sword, though, one of the things that we did was we took the free trade agreement with Egypt off the table in response to the crackdown on democratic forces in Egypt. It was one of the few tools we had. Is there more we can do? And frankly, in 2006, we were trying to sustain Lebanon. We were trying to sustain more democratic forces in Palestine. We were trying to sustain more democratic forces in places like Egypt and we were trying to give the Iraqis a chance. And so I hope that we at least laid the foundation for people like seeing the realization of some of those. أعزائي المشاهدين أهالينا في كل المحافظات، احنا شفنا التقرير مع بعضينا وإيه اللي حصل في المؤتمر في أمريكا، ومين اللي كمان قدم نفسه هناك وقال إن هو سعيد جدا يبقى موجود في وسط هذا الحشد لتقسيم الشرق الأوسط وتقسيم الوطن العربي وتقسيم مصر بالأخص. يعني موضوع مش سهل، موضوع خطير جدا. أهالينا نخلي بالنا في كل المحافظات. برحب بيك يا احمد بيه مره ثانيه. وانت يعني احنا طلعنا شفنا التقرير، انت حضرتك ايه رايك؟ كنا قبل ما نطلع التقرير كنا بنتكلم عن موضوع التقسيم وايه اللي حصل من الزاويه الفلسطينيه، والنهارده بنشوف فيديو مش سهل لكن خطير جدا. والموضوع بمناسبه الفيديو ده، اتفضل. الفيديو ده كان مؤتمر كان عامله مركز جورج دبليو بوش بعد ما طلع عمل مركز. المركز ده معني بالتطبيق العملي للنظريات مراكز تنك النظرية. وكان المؤتمر ده تحديدا كان بعنوان الحرية ودروس مستفادة بالشرق الأوسط. كان بتاريخ 26 مايو 2011. 26 مايو 2011 عشان التاريخ ده مهم جدا. وكان حاضر المؤتمر ده بس الكاميرا ما جابتوش جورج بوش، واللي كان واقف جنب مين يا فندم اللي كان حاضر؟ جورج بوش رئيس امريكا. وهي بتتكلم حتى بصت شاورت عليه. اتفضل يا فندم. قالت انا مش عايزه احرج الرئيس الامريكي جورج بوش. اتفضل يا فندم. بس الكاميرا ما جابتوش. وكان موجود اللي كان بيكلمها واللي كان بيسالها احمد صلاح اللي هو مؤسس حركه 6 ابريل، وبيقول لها احنا بنشكركم على دعمكم لينا وبنشكركم على مساندتكم ان انتوا عملتوا لنا حركه 6 ابريل. انهي مسانده اللي امريكا عملتها لحركه 6 ابريل بعد تاسيسها؟ ما دعم ازاي يعني؟ يعني بتدعم ازاي الحركه يعني احمد؟ بتدعم بفلوس، بتدعم بتدريبات، بتدعم بتمويل، بتدعم بكل حاجه. طب 6 ابريل قالت احنا ما تمولناش من اي جهه ولا اي دوله. ده هو لسه قايلها حالا. نعم. اللي مؤسسها لسه قايلها. اتفضل يا فندم. ده اللي مؤسسها. اتفضل يا احمد بيه. لسه قايل احنا بقول لها بشكرك على دعمك لينا، بشكرك ان انتوا عملتونا. هيقول لها ايه تاني اكتر من كده؟ وكان المؤتمر ده واللي كان واقف جنب كونديليزا رايس جيمس جليسمان، ده وكيل وزاره الخارجيه لشؤون الدبلوماسيه العامه. فكونديليزا رايس لما ردت على احمد صلاح قالت له ايه؟ قالت له حاولنا منح الشعب المصري الوسائل التي يحتاجها ليتحدث عن حريته، وقمنا بمنح 50% من المساعدات الامريكيه لتعزيز الديمقراطيه لمجموعات ليست مسجله لدى الحكومه المصريه. وقالت ان كل ده كان صفعه على وجه نظام مبارك. كان صفعه على وجه نظام مبارك، اتقال في الفيديو. نعم. لسه قايله حالا. وقالت ان امريكا استخدمت الادوات التي تمتلكها مثل اخذ الاتفاقيه التجاره الحره من على الطاوله من امام مصر، ردا على حمله النظام ضد الديمقراطيه. هي طبعا الديمقراطيه اللي هي تقصدها اللي هي الحركات الاحتجاجيه المموله زي حركه كفايه والحركه اللي بيقودها الاستاذ احمد صلاح. حركه كفايه بالظبط. حركه 6 ابريل بالظبط. اتفضل يا فندم. حتى قالت في الفيديو ان
مشكلتنا كانت مع الرئيس مبارك ان احنا بندعم، وقالت كده بمعنى ادق، بنصنع الثوره في مصر. نصنع الثوره في مصر دي كونديليزا رايس اللي كانت مستشاره الامن القومي الامريكي في عهد جورج بوش، نعم. اللي هو كان يعد من اخطر الناس اللي حكمت الولايات المتحده. نسمع اهالينا في كل المحافظات، نخلي بالنا الكلام مش سهل. موضوع تقسيم الشرق الاوسط، موضوع تقسيم مصر، ده الكلام الحقيقي بننفرد بيه من برنامجكم عشان نشوف الرؤيه يعني يكون هناك وعي لكل اهالينا في كل المحافظات. اتفضل يا احمد بيه. وعلى فكره لما طلعوا متدربوا بره، حصلت لهم تدريبات في امريكا وفي بولندا وفي صربيا وفي تركيا وفي قطر وفي لبنان، اتدربوا فيها على نظام الجراس روتس، او بمعنى ادق الحرب اللا عنف. حرب اللا اللا عنف.